السلام عليكم. اليوم راح أتكلم عن عطور ماتش. أنا يزيد الراجح يزعلني في كلمة، أنا مالي دخل في عطوره ولا لي علاقة فيها، الله إن شاء الله يبيعها بريال. لكن لما قال نحن لا ما نحط سعر مرتفع بعدين نحط عليه تخفيضات. وللمعلومية مسماه لشعاره السعر الأصلي العطر الأصلي بالسعر الأصلي، مقولة كذب بلا خلاف بين رواد العطور وبلا خلاف بين الشركات. لماذا؟ لأن العطر أصلا قيمته 25 ريال في المعيقلية. الشركة اللي ذكرها، كل الشركات اللي ذكرها، كل الشركات اللي ذكرها اللي يشتري منها الزيوت العطرية هي أكبر الشركات الموردة للمعيقلية ومعروفة. يعني لو تروح للمعيقلية الحين تقول عطني اسم الشركة ذي ويوريك الجركن. الزيت العطري ما يجي مخمر للمعلومية عشان تكونوا على تصور. الزيت العطري اللي يسمونه العطور المستوحاة ما يجي مخمر، يجي في براميل كبيرة جاهز للتعبئة، ما يخمرونه في السعودية للمعلومية. يعني الشركات اللي تجيب الزيوت العطرية المستوحاة ما هي بالشركات الأم للشركات الماركات، يعني هم قلدينها. النقطة المهمة والأهم في هالجانب وبيكم تركزون فيه، إن 50 ملي ب75 ريال. ركزتوا معي؟ يعني 50 ملي ب75 ريال، 100 ملي بكم؟ يعني شوفوا، علب يزيد الراجحي وعطور ماتش أصلا علبها عادية جدا، ممكن ما هو بنفس العلب ذي. أنا شاريه سوفاج مقلد من السعودية من أحد الشركات عشان ما أطلع اسماء، خلص بعد. أنا شاريه ب110 ريال 100 ملي. هو لما يبيع ال50 ملي ب75 ريال هذا غالي جدا، لأن المعيقلية ب25 ريال. الثبات، هو لما يتكلم عن الثبات، ثبات ماتش لا يمكن أن يثبت العطور المستوحاة إلا 3 ساعات إلى 6 ساعات، لا يمكن يثبت 24 ساعة. لو هو ثبتها 24 ساعة هو زاد نسبة الكحول في العلبة، أو هو زاد نسبة الزيوت العطرية في العلبة لا يقل أكثر من 50%، وهذا مضر لصحة الإنسان. ولا يمكن، وأتحداه يذكر نسبة الكحول في العلبة ونسبة الزيت العطري، لأن الزيت العطري هو زاده وحط الكحول، لكن الزيت العطري لما يزيد هذا كله تعب على الصدر بعد مرور 6 شهور 4 شهور، بعد مرور 3 أشهر. لو تخزنه عندك ما تستخدمه وتستخدمه بعد 6 أشهر تبي تجد كلامي. هذا العطر معروف. نكمل حديثنا. مثلا على سبيل المثال، المضر للصحة وصحة الإنسان وصدره هي زيادة الزيوت العطرية في العطر. طبعا الكحول، وش هي الكحول أصلا؟ الكحول اللي عندك جنوب أفريقيا، الصين، باكستان، إيطاليا، فرنسا. وفرنسا فيها عدة شركات. هو لما يستخدم الكحول الفرنسية اللي هي أفضل جودة ممكن يعطيك ثبات، لكن ما يعطيك ثبات في الزيت العطري اللي هو المستوحى. لماذا؟ الزيت العطري المستوحى قلت لك ما يخمر في السعودية، يعني يجيك مخمر جاهز. نسبة التخمير في الثبات طبعا في الزيوت العطرية في الجودة العالية. ليش مثلا كل ما صار التخمير على مستوى كل ما زاد نسبة الثبات والفواحان، وكذلك الكحول. لكن في الزيوت العطرية مستحيل 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 بالكميات اللي أنتم تشوفونها في الفروع، مستحيل جدا انه يكون خمرها التخمير الصحيح، لانه هو ما يدري عن التخمير، هو يجيبها من نفس الشركة. الشركات اللي تعامل معها اكبر شركات موردة للمعيقلية من عمر الدنيا، يعني ما جاب شركة جديدة نهائيا. وبامكانكم تاخذون اسم الشركات وتروحون للمعيقلية وتقول نبغى الشركة ذي ويطلعها لكم اي محل بدون ذكر اسماء، ما راح اذكر اسماء. المضرة الصحية اللي راح تترتب عليها اذا هو اثبت نسبة الزيت العطري أكثر من 50-60% عشان الثبات، يضمن الثبات والفواحان، هذا اكس على طول من الآن. لا ترى يضركم. نسبة الكحول ما تتجاوز 30%، نسبة الزيوت ما تتجاوز 30%. إذا تجاوز 30% هذا خطر على صحتك للمعلومية. يعني النقطة المهمة والأهم وبكم تركزون معي فيها جدا،
العلب اللي هو يقدمها علب عادية جدا. شوف هذا علبة من عطر يعني بشركة سعودية، شوف شكل العلبة، شوف القزاز، شوف النحت وشو الستيل، هذا يعطيك فخامة. ما سوى شيء، هو لزقة عادية، ستيكر عادي. شوف هنا مثلا، شوف هنا مثلا نفس الكلام، شوف النحت، شوف شكل العلبة. أصلا شكل العلبة ذي أصلا يكلف كثير. هذا 200 ملي، 200 ملي تقريبا 270 ريال. يزيد الراجحي يبيع 150 100 ملي ب 150 ريال. ركزوا يا جماعة الخير، 100 ملي 150 ريال في عطور مستوحاة تعبى على طول. يعني الفروع اللي انت تشوفها والكميات الهائله اللي هي اللهم جاب الجرك الكامل بدون ما يدري وعبى عبى 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 وخزن حطه في علبه. والله ما يقدر يوفر ذي الكميات لو هو يعبي لو هو يشتري الزيوت لوحدها ويدخلها على المصنع يخمرها، والله ما يلحق لو يفحط شوف انا ختام انا احب اقول ليزيد الراجحي لا تشكك في الشركات، اسعارك غاليه جدا. 50 ملي بدون علبه فخمه بدون شيء، استيكر عادي ب 75 ريال. لا تشكك في الشركات تقول يقدمون عروض. يعني انا اعطيك مثال في دهن عود. هذا الدهن العود اوكي، اصلا هذا كليكاز اوكي. اتحداك وتمداك انك تجيب دهن عود كذا مثل هالنوعيه ذي وتضيفه في زيتك العطري وتقول ابيعه ب 75 ريال. اصلا هذا ربع التوله ناخذه ب 300 ريال. كم ناخذ الكيلو؟ اتحدى هم يجيبون مثلا دهن العود اللي اي عطر فيه عود في العطور المستوحاه يجيبون اردى نوع عود بعدين يحطونه في العطور المستوحاه بحيث يطلع بسعر رخيص. ما يجيب نفس الشركه، هو يجيب شيء مقارب لها. اتحدى وتمدى يزيد الراجحي يعلن ان الشركه الام اللي هي الماركه جابت نفس الزيت العطري اللي يستخدمه الماركه. ما مستحيل. فلذلك مثل ما ذكرت لكم يجب انكم تعرفون ان السعر غالي. 50 ملي ب 75 ريال، 100 ملي ب 150 ريال، هذا غالي جدا. المعقليه ب 100 ملي ب 25 ريال يجيك الزيت جاهز، وانت تحط الكميه اللي تبي من الكحول ونسبه الزيوت العطريه. انت الان خصيم نفسك، لا احد يلعب عليك من مشاهير جابهم ولا السعر الاصلي العطر الاصلي بالسعر الاصلي ولا يقدر يرفع في الاسعار. وقال لكم ما اقدر، ما راح ارفع في الاسعار لانه غالي، ما يقدر. لانه لو انكشف ان الشركه ذي هي اكبر الشركات المورده للمعاقليه، واقسم بالله العظيم ما يقدر يقول لك انا ارفع السعر، ما يقدر. لأن السعر مرتفع جدا ولا هو بالسعر الأصلي. السعر الأصلي ب 25 ريال 100 ملي في المعاقلية. وأنا أجزم على كلامي. تروح تختار العلبة بريالين ويحط لك الزيت ويضيف لك الكحول ويقول لك 25. انطار 100 ملي 40 ريال. وهذا السعر الحقيقي في العطور المستوحاة، لأنها تجي جاهزة يستخدمون فيها أردى أنواع الكحول وأردى أنواع الزيوت العطرية. لأن لو استخدم زيوت العطرية حقت الشركة الأم راح يتوقف نهائي وراح يشكى وراح يحاسب نهائي. والشركات الأم ليش ساكتة؟ لأنهم يعرفون مثلا هذه شركة أم، نقول مثلا هذا شركة أم تمام، أو هذا هو يعرف أن الزيت حقه ما يمكن يطبق ولا يمكن يسرق ولا يمكن يؤخذ، يقلد عادي. لأنه يعرف أنه لما يتعطرون منه راح ترجع له الشركة وراح يرجعون له الناس ويأخذون الماركة. ما ينفي مثل الماركة، لأن الزيت العطري له يقلد. ما عندك مشكلة، خلي يقلده بس يعرف قيمة عطري بعدين يرجع.